السابقة قبل 18 سنة دعونا نحاول أن نفوز 9 هذا الموسم. حتى عندما يصلوا إلى 5 و6 الأمور تأتي لوحدها، وبرشلونة يقدم المتعة، برشلونة يقدم السيطرة، برشلونة يقدم درس آخر في فنون الكرة ولمحات أخرى. ولاحظوا كم اسم جديد في التشكيلة الأساسية في برشلونة هذا الموسم. ربما تياغو، فابريغاس، قبل ذلك أليكسيس سانشيز، لكن كلهم يدخلون في المنظومة ويدخلون في مسنونات الآلة الكبيرة التي تدور بانتظام، ويقودها هذا اللاعب الذي تعرض ل5 أخطاء وقام ب5 هجمات وصنع هدفا وسجل 2. ماذا تريدون؟ ما هذه الأرقام؟ كما قلت في مناسبة سابقة وأكرر إن كريستيانو رونالدو ربما من سوء حظه أنه عاش في عهد ميسي، وإلا لو لم يكن ميسي لكان هو أفضل لاعب في العالم. لكن مع وجود ميسي هو فقط يتنافس مع روني مع آخرين على المرتبة الثانية. ميسي الرائع، تمريرة وتشافي ساقطة في الشباك. يا سلام على هذا الهدف، الروعة تتكرر والإبداع يتجدد، وبرشلونة يعمق جراح أوساسونا ويعادل رقم ريال مدريد القياسي في هذا الموسم بسداسية نظيفة. هناك فعلها الريال أمام ساراغوسا، وهنا برشلونة يفعلها أمام أوساسونا. 6-0، لكننا ما زلنا فقط في الدقيقة 57، وتشافي يسجل الهدف السادس في الدقيقة 57. هذا ثاني هدف لتشافي في هذا الموسم. لاحظ القائد كيف يرفع الكرة، كيف يسقطها من فوق الحارس بمنتهى الذكاء، بمنتهى الأناقة، بمنتهى الدقة، يعني بالمسطرة كما يقولون. تمريرة من ميسي، 1 2 أوب في الشباك. رائعة رائعة، التمريرة الأولى رائعة، يسارية من ميسي، استقبال باليسرى وإسقاط باليمنى من تشافي هرنانديز. و